واحد يجمع الجماهير حوله، هذا مو صحيح. يجب الولاء والبيع والطاعة والسمع والطاعة لولي أمر كما هو نص عليه. أما أنه نشطح يمين، مرة أجي على الدانة ومرة أروح على مدري قناة إيش ومرة المحور ومرة مستقلة، مو معقول الكلام هذا يا أخي. صار ما صرنا نفهم. علماءنا هم مرجعنا، والناس الثابتين معنا من البداية هم مرجعنا، وانتهى الموضوع. نظرا أنه هو فتح الموضوع هذا. إذا الغزو يا أبو الوليد أنا أعرف لما تقول المستقلة والحر، أي منبر إعلامي مفتوح نبي نتشرف نروح له المحك، هل نقول حق ولا نقول باطل؟ هذا أمر. الأمر الآخر، هذا الأمر مفتوح لكم ولغيركم. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ سنتحدث بالحق اللي نعتقده أمام الكبير والصغير، وإذا أخطأنا نحاسب، وإذا أخطأتم أنتم يجب أن تحاسبوا. أنتم مثلنا يجب تكون تحت القانون وحنا تحت القانون. ولا أعتقد أنه مثلا تمارس وصاية أن يتكلم في قنوات معينة تحددها أنت. لا والله يا أخي أبدا. أنا القنوات السعودية لو فتحت لي المجال ما رحت لغيرها، هذا أولا. وثانيا، أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد قريش وهم على الشرك في منابرهم ويذكرهم ويعطيهم الرسالة، ونحن سنرتاد أي منبر يفتح لنا صدره ونقول الحق. وإذا أخطأنا في حق ديننا أو في حق بلدنا أو في حق آحاد الأمة فلنحاسب. وأما ما ذكرته أنا قبل قليل من مسألة فيلم موت أميرة أو غيره، فهذه حقائق يا سمو الأمير إنكارها صعب. وأنا لما ذكرت مو لمز، أقول إذا كانت الدولة حينما مسها شيء معين من ناحية إعلامية اتخذت موقف صارم في عهد الملك خالد رحمه الله وحازم، وهذا أنا معها وأشكرها عليه، أنا أقول فإن حق الدين وحق الله عز وجل أولى. وأن تعلم يا سمو الأمير إن في أناس قالوا في الله عز وجل قولا عظيما، وقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما، ومع ذلك ما حوسبوا. وفي المقابل حوسب ناس على كلمات أشبه ما تكون بوجهة النظر. وأنت لك دور جميل جدا في